لان في زحمه الحياه وكتر السعي ووجع الدماغ في شغل وفلوس وعلاقات بننسى حاجه واحده بس، وهي الاصل وهي رقم واحد فعلا: الصلاه والتقرب من ربنا. وده مش كلام وعظ ولا تنظير، دي ملاحظه واقعيه. لو ركزت هتلاقي ان اكتر ناس مرتاحه نفسيا مش اغنى ناس ولا انجح ناس، هتلاقيهم هم الناس الاقرب لربنا اللي عندهم صلاه منتظمه ودعاء ورضا داخلي. بس مش معنى كده ان حياتهم سهله او ما عندهمش مشاكل، الفرق ان هم مش متكسرين من جوه. الانسان اللي قريب من ربنا لما يقع بيعرف يقوم، لما يخسر بيعرف يهدى، لما يتاخر عنه اللي نفسه فيه بيصدق ان في حكمه، وده لوحده راحه عقليه ضخمه جدا. الصلاه مش بس حركات، دي فصل بينك وبين الدنيا، 5 دقايق بتفصل فيها الضجيج وبتفكر نفسك ان في اله شايفك وسمعك وقادر يغير اي حاجه في لحظه واحده. الناس اللي بعيده عن ربنا ممكن تضحك كتير بس القلق دايما ساكن جواها، الخوف من بكره، الخوف من الفقدان، الخوف من الفشل. انما القريب من ربنا دايما عنده طمأنينة حتى وهو في النص الصعب. وده مش معناه ان كل متدين حياته وردي، بالعكس في استثناء مهم جدا من الناس دي اللي هم المبتلون. في ناس قريبه جدا من ربنا ومبتلاء ابتلاء شديد، مرض، فقد، فقر، وجع طويل، ودول مش مقياس للراحه الظاهريه، دول قصتهم مختلفه، دول امتحانهم اعلى واجرهم اكبر. والراحه عندهم مش دايما شكلها ضحكه، احيانا شكلها صبر غريب وقوه غير مفهومه وقدره على الاستمرار رغم كل حاجه. الفكره ان القرب من الله مش وعد بحياه سهله، لكنه وعد بقلب ثابت، وده اغلى من اي راحه مؤقته في الدنيا. لو حياتك ملخبطه ومش فاهم ليه قلقان طول الوقت، اسال نفسك اخر مره صليت بتركيز كانت امتى؟ اخر مره كلمت ربنا بصدق كانت امتى؟ يمكن المشكله مش في الدنيا، يمكن المشكله اللي انت سايب الاساس. لان رقم واحد في الحياه فعلا الصلاه والتقرب من الله، والباقي كله تفاصيل. ما تنساش اللايك والفولو.